كل حد فاكر انه هو الحوارات كده والعلاقات كده مرهقه ومتعبه ومحدش فيهم طايق حد. لا، انت محتاج تتعلم ازاي لسانك ينطر الحب اللي جواك ويفضل بيتكلم وتفضل بتتخانق وبسلام، تعرف تقول اللي جواك. انا دايما كنت اقول جمله، وعامله فيديو على اليوتيوب من كام سنه كنت عاملاه اسمه ازاي تشتكي له منه، ازاي اشتكي للي قدامي منه وشكوتي منه له تقوي علاقتنا اكتر، واعرف ايه اللي مخليني مش عارف ابين ود للناس بره واشتغل عليه، واعرف اتفاوض معاهم، واعرف اعبر عن مشاعري واعبر عن غضبي، واعرف ابني علاقه مع نفسي. هي كومبو كده، منهج كله مع بعضه يمشي من جوه الاول وبعدين يطلع بره. وبسبب عشرات ومئات الناس اللي اشتغلت معاها او شفتها في حياتي عرفت اكون منهج كده انه الحوار بيبوظ بره ليه. في ناس بنحبها بس لما نيجي نتكلم مع بعض مش عارفين نتقابل ابدا. وازاي الحب بيدوم بسبب مهارات التواصل. هل بسبب مهارات التواصل اللي هي من بره دي، ازاي اتكلم ازاي ارد كذا، ولا في حاجه تانية جوه بتخلي الانثى تعرف تعبر عن نفسها بالكلام بره بشكل يخلي الحب يفضل موجود برغم ان اللسان اتكلم. ومن هنا بقيت اشوف انه كل علاقه، كل شخص اشتغلت معاه او حتى اتكلمت معاه بره شغلي يبدا يشوف ان الحوار بيبدا من جوه ويبدا ياخد التكنيك او المراحل اللي انا بمشي بيها في شغلي، هو فعلا بيلاقي السلام في التواصل مع الناس. هو دايما بسمع الجمله بتاعت ده سحر، هو ده وافق، ده اقتنع لوحده، ده عندي ده يستاهل يتشاف، لانه فارق 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 فارق. في علاقات بتموت وبتتهد بسبب انهم اول ما بيفتحوا بقهم بتطلع كوارث، بتطلع اوجاع، بتطلع وتقولك انا مش عارفه ايه اللي وصلنا لهنا، انا ما كانش قصدي، انا كنت هاديه دخلت هي مش عارفه ايه اللي حصل جوه. انا بقول ده علشان انا بمد ايدي بالسلام وبالتعلم، انه اي حد محتاج يتعلم ده تعالوا احضروا ورشه كتالوج الحوار، تعالوا اسالوني عن جلسات مهارات الحوار اللي احنا بنعملها على طول. نشتغل ونركب ونفك فيها كل حاجه، متاح موجود، ده احساسي.